أهلا بيكم. بنستكمل الكلام عن الفنادق والموقع الجغرافي بتاع الفندق. طبعا الموقع الجغرافي هيشمل بقى جنبي مطار، جنبي محطة أتوبيس، جنبي محطة قطر، جنبي محطة حتى مينا مثلا أو فيري بوت أو أي كلام من ده. أوصل لها إزاي لو لا قدر الله هخلي مثلا نزلاء معينين في وقت عايز أجيب منها أكل، في مش عارف مثلا نفق، في عبارة، في كوبري. كل الكلام ده بمواعيده بتشغيله بالتعليمات بتاعته لازم أبقى عارفها، وعندي خطط بديلة لو الحتة دي اتقفلت همشي من هنا، لو هنا هعمل هنا، وهكذا. هنخش على المبنى. طبعا في وسائل بقى تأمين كتير في حتة المدخل، اللي هي بقى ايه، بولر او مش عارف الدراع اللي هو الفولاذ او الصدادات ايا كان. انا يعني مش هبقى خبير يعني في الموضوع ده. اختار حضرتك او حضرتك الوسيلة اللي انت تحبها او تحبيها للتأمين، ولكن اعمل حسابك في حاجتين. اول حاجة سهولة التشغيل والفرد بتاعي يستوعب ازاي شغالة بكفاءة. الحاجة التانية الصيانة وقطع الغيار، لان ممكن تكون معدة زي الفل واحسن معدة في العالم، ولكن تقف على قطعة غيار. فيبقى انا اخلي بالي في الحته دي ان انا احقق الحتتين دول. باي حاجه بعد كده ما تفرقش بقى، حاجه حديثه حاجه قديمه، ما دام بتحقق لي التامين ما عندناش مشكله فيها. وطبعا في بقى الاوت دور والاندور، والحاجه اللي هي انت حركه العربيات عندك قد ايه، وبتاعت المدخل الرئيسي لازم تبقى حاجه شيك، غير مثلا المدخل اللي هو بتاع الخضار والفاكهه والكلام ده بيبقى حاجه هيفي ديوتي، وهكذا. طيب هندخل المبنى جوه. برضو لازم ناخد بالنا المبنى كله متغطي بالفاير الارم سيستم، ولا متقسم في لوحة واحدة ولا اكتر من لوحة. نفس الحكاية الكاميرات. وعلش كده احنا بنعمل التمرينات بتاعة الاخلاء، لان هي دي بتبين لي انا ممكن يكون عندي مثلا امين مخزن قاعد في حتة واتفاجئ ان هو لو حصلت حريقة هو مش هيسمع الانذار، او ان مثلا الكاميرا مش واصلة لغاية عنده مش مغطية. ايا كان السبب. فيبقى برضو من ضمن المزايا بتاعه تجربة الاخلة ان انا بشوف الاجهزة بتاعتي واصلة وشغالة كفاءتها لغاية فين، والناس بتاعتي مستوعبة ده ولا لا. ده برضو احنا لسه في المبنى، وان شاء الله هنستكمل. انا مش عايز الفيديوهات تطول عشان حضراتكم يعني يبقى برضو الاستفادة اكتر. وان شاء الله في فيديوهات تيجي لسه معانا في حتة المبنى وتقسيمات المبنى. اشوفكم بخير.